كيفاه أصبح الملولي أفضل سباح في تاريخ تونس. في الفيديو هذا باش نكشفوا لكم تاريخ الأسطورة كامل وبرشا حقائق باش تخليك بالرسمي مصدوم. تونس المطلة على البحر الأبيض المتوسط خسارة ما عندها حتى تركيز ولا اهتمام بمجال السباحة، لا دعم مالي ولا حتى تشجيع، حتى جمهور ما فماش. ورغم هذا الأسطورة ملولي عمل المستحيل من طفل صغير في عائلة متواضعة لواحد من أكبر أمثلة النجاح في تونس. بدأ أسامة الملولي التدريب متاعه في تونس من كان عمره 8 سنين حتى العمر 15، وبعدها مشى لفرنسا باش يكمل التدريب متاعه. وأول بطولة رسمية شارك فيها كانت أولمبيادو سيدني في عام 2000 وهو عنده 16 سنة أكاهو، رغم المحاولات البائسة باش يقلبوا الجمهور ضده والمحاولات أصحاب النفوس المريضة باش يوسخوا سمعته وحتى إشاعات عن دعمه من بن علي. الملولي ثبت روحه وما تراجعش، 4 ميداليات ذهبية في بطولات العالم وبارشا ذهبيات في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. اليوم أسامة الملولي صار رمز النجاح والتفاني في تونس. وجود الملولي أكاهاو بدل نظرة التوانسة للسباحة، بعد ما كانت رياضة منسية ولت عندها جمهور يتبع ويشجع. برشا سباحين صغار اليوم يحكيوا اللي هو سبب دخولهم للمسبح، والكلهم شافوا في أسامة مثال القدوة. في أول كومنتير نخلي لكم رابط سيرفر ديسكورد، سيرفر فيه برشا فعاليات كاسحة، وأكيد تو تلقاوني غادي.